في البداية معنا اليوم الفنان الليبي والممثل وائل أبو زيان. مرحبا بك وائل. لو تحدثنا قليلا عن انطباعاتك على مهرجان تطاوين وعلى الأجواء اللي عديتها معنا في تطاوين. طبعا نحب نشكر كل العاملين على هذا المهرجان الرائع والجميل، وتشرفت بأمانة بحضوري لهذا الحدث الرائع، وطبعا ليست غريبة على بلد الفن والفنون تونس. وائل أبو زيان، لماذا لا نرى الأعمال الليبية والدراما الليبية، لماذا لا نراه ينافس عربيا يعني؟ شوف استاذ فوزي، طبعا ليبيا بلد مليئة بالموهوبين، وخاصة الفترة الأخيرة كده لاحظت يعني بعض المواهب اللي طلعت في السوشيال ميديا، لكن قلة الدعم وقلة الكتاب خلت الدراما الليبية تنحصر في مكان معين لم تخرج منه لحد الآن للأسف. هل هناك أعمال مشتركة مع مخرجين أجانب من خارج ليبيا يعني؟ طبعا في كان عمل عربي ضخم مشترك بعنوان حنة على البرقة، وتم التواصل معي، وكان سيتم تصوير مشاهد بين سوريا وتونس وليبيا والجزائر، لكنني رفضت الدور صراحة لأسباب تمسني ومتعلقة بالتاريخ الليبي يعني. هل العائلة كانت داعمة ليك، أو ما دور العائلة في مسيرتك الفنية؟ والله شوف بأمانة أستاذ فوزي، أنا طبعا محيط بعائلة طبية لا يؤمنوا إلا بالطب فقط لا غير. حاولت إقناعهم بالفن إنه هو الفن أدب وعلوم. في الفترة الأخيرة الوالدة ولت تميل شوية نوعا ما، ومرة تقول لي يعني طلعتك حلوة أو طلتك حلوة يعني في الشاشة شفتك. باهي، وعلى ذكر مسيرتك الفنية، لو تحدثنا قليلا عن هذه المسيرة ومتى بدأت وشنية الأعمال اللي شاركت فيها، وخاصة مع حضورك الأنيق وحضورك اللافت. طبعا مسيرتي الفنية بدت في عام 2016، اللي أول عمل لي كان بعنوان الصرخة، تصوير وإخراج بلال عثمان. وبعدها طبعا درت فيلم أم الخلود، وبعدها فيلم سيان كان بطابع السحر والرعب، واللي بعدها فيلم اختلال متعلق بالأمراض النفسية والاختلال يعني النفسي. وعندي زوز مشاركات في مسلسلات، مسلسل النجدين الذي تم عرضه في رمضان اللي فات، ومسلسل تاني بعنوان صندوق السعادة، بطولة مشتركة أنا والفنان الراحل مصطفى بركة. هل يمكن أن نرى وائل أبو زيان في المستقبل القريب؟ هل يمكن أن نراه في أعمال مشتركة مغاربيا أو حتى عربيا؟ لما لا يعني؟ طبعا أستاذ فوزي، هناك حديث عن هذا الموضوع في الأيام السابقة، وبإذن الله حنستغل الفرصة بأكبر قدر ممكن، وحيكون أول فيلم مشترك من ممثلين ليبيين وجزائريين وتونسيين بإذن الله، وحيكون عمل ضخم جدا جدا. وائل، وصلنا إلى ختام هذا اللقاء. شنو تحب تقول لنا؟ شنو تحب توصل للجمهور؟ طبعا مشكورين جدا جدا على هذه الاستضافة الجميلة، وبإذن الله حنديروا أعمال مشتركة كبيرة حتوصل عربيا وعالميا بعون الله. مشكورين جدا.